يومكم جميل إن شاء الله. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا بتحصل في العالم، هو الغلاء. الدنيا عمالة تغلى وتغلى وتغلى وتغلى، وبسمع كتير جدا من ناس احنا مش عارفين نتصرف ازاي، مش عارفين نعمل ايه، الدنيا بقت صعبة، الأسعار بقت عالية جدا، التضخم عمال يزيد، مش عارف ايه. طب نتصرف ازاي في حياتنا؟ طب ندفع منين القروض اللي علينا؟ طب نعمل ازاي؟ نتصرف ازاي؟ انا هقول لكم النهارده وعن تجربة عملية عشان محدش يفتكر ان انا بقول اي كلام وخلاص. بليز خليكم معايا، انا ممدوح من قناة الجيكان. يا ريت كل اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، والموضوع سهل جدا. خش حضرتك على القناة نفسها في يوتيوب واعمل سبسكرايب، هتبقى في دقيقة خلصان. يلا بينا نعرف ازاي نتصرف. الموضوع كله بيكمن في حاجتين نقدر نعملهم. اولهم هو موضوع صعب شوية، ان انا اقدر اجيب رزق او مصدر دخل تاني من شغل تاني او من اي طريقة تانية. ودي بتكون طريقة أصعب شوية لأن بتستهلكني من نفس جسديا ونفسيا ومعنويا وكل حاجة. إن أنا أقدر أشتغل شغلانتين أو ثلاثة أو whatever، وقت أطول، أبعد عن بيتي عن ولادي، كل الحاجات دي. بس ده حل من الحلول إن أنا أزود رزقي عشان أقدر أصرف على مصاريف. الحل التاني اللي نقدر نعمله برضو، وده موضوع ظريف جدا نقدر نتصرف فيه. الموضوع سهل جدا، بنعمل حاجة اسمها ترتيب الأولويات. احفظوا الكلمة دي، ترتيب الأولويات. المصاريف اللي بتاعتي اللي أنا عندي ليها أولويات لازم أحطها في ترتيبها الطبيعي، وأعرف إيه المهم عندي وإيه اللي مش مهم، وأوقف حاجات وأقلل حاجات عشان أقدر أتصرف إزاي. تعالوا ناخد مثلا. أول حاجة مثلا موضوع، أنا النهاردة متجوز ومخلف، عندي أولاد، بعمل تأمين اسمه تأمين الحياة. هل تأمين الحياة ده من ضمن الأولويات ولا مش من ضمن الأولويات؟ طيب السؤال على طول، رد على نفسك كده حضرتك، لو أنا مت النهاردة وسبت عيالي من غير مصدر رزق، هل الموضوع هيبقى أسوأ ولا شغال، ولا عندي اللي يكفي ولا عنديش؟ لو لقيت ان حضرتك الموضوع صعب جدا، يبقى اذا تامين الحياه ده من ضمن الاولويات، خلاص بقى هو التوب او حاجه من الحاجات اللي لازم تدفع. نمره اتنين، عندي بيت وعندي مورجج، هل المورجج ده من ضمن الاولويات؟ ليه؟ لان انا النهارده لو ما سددتش المورجج اللي عليا البيت هيتاخد ويبقى الموضوع انتهى، يبقى ملوش لازمه، يبقى ده مورجج من ضمن الاولويات. ثلاثة، الكريدت كاردز، لو انا عندي كريدت كاردز كتيره او قليله ولازم اسدد الكريدت كاردز دي، حتى لو ال5% النسبه اللي لازم اسددها، لو انا ما سددتهاش هيحصل ايه؟ هبقى بلاك ليست، وهيحطوا عليا علامه في ان انا ما اقدرش اخد حاجه تانية بالكريدت، وممكن بعد كده يبقى الموضوع اصعب واصعب واصعب لغايه ما يوصل لافلاس. طب لا، يبقى انا مش هوصل للدرجه دي، يبقى الكريدت كاردز دي برضو من ضمن الايه؟ الاولويات. فانت بترتب حضرتك كده اولوياتك 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 لغايه ما نوصل لحاجات بقى ممكن ما يبقاش فيها اولويات او اولوياتها مش قوي. تيجي مثلا الكهرباء، هل الكهرباء دي اولويات؟ طبعا، لان انا لو ما دفعتش الكهرباء هيحصل ايه؟ هيقطعوا النور عندي وبالتالي مش هعرف اشتغل. طب ناخد بقى حاجات تانية. تيجي مثلا للنت، النت البيت كله شغال بيه، هل ده من ضمن الاولويات؟ بس ممكن نتصرف فيه ازاي؟ حضرتك ممكن ادور على شركة تانية بنفس الحاجات اللي عندي، واحاول اجيب سعر اقل، يعني وفرت شوية فلوس منها. طب نيجي للموبايلات، هل الموبايل ده من ضمن الاولويات؟ النهارده بقى من ضمن الاولويات. طب نتصرف ازاي؟ نعمل ايه اللي ممكن اعمله؟ طب حضرتك واخد مع شركة كذا، طب ما تيجي نشوف شركة سين او صاد، يمكن يدونا نفس العرض اللي عندي انا بس بسعر اقل شوية، فقلله. نفس الموضوع. طيب انا واخد اشتراك تلفزيون نتفليكس مش عارف ايه، هل ده مهم؟ هل ده من ضمن الاولويات؟ ممكن استغنى عنه؟ شيل، لان ده ممكن يوفر لي 10 15 دولار في الشهر which is very good، وفرته. طيب هل ينفع في حاجات فيها اولويات واقدر اوفر فيها برضو؟ طبعا. زي الكهرباء مثلا، احنا قلنا الكهرباء دي من الاولويات، هل ينفع نوفر فيها؟ اكيد. لان انت عارف مثلا الكهرباء دي لو عرفت حضرتك انها بتبقى متركزه اكتر حاجه على التدفئه اللي بيكون في الشتاء، او التكييف اللي موجود في الصيف، او الميه السخنه، الدش اللي احنا بناخده بالميه السخنه وعيالنا، او بعد كده غساله الاطباق او غساله الملابس، او السيشيرز اللي هو الدراير اللي هو المجفف. لو انا عرفت اتصرف في الحاجات دي كويس، اقدر اقلل الكهرباء بتاعتي، اقدر اقلل. وعمليا انا عملت الموضوع ده، بان انت مثلا انك تيجي في شهور الشتاء، الشوفاج بتاعك اما تيجوا تخرجوا كلكم من البيت نزله على قد ما تقدر لغايه 16 17، لان الشوفاج مثلا ده لو فهمت الفكره بتاعته بيشتغل ازاي، انت بتحطه مثلا على 21
فلما تيجي الدنيا تبقى ساقعة بره فالجو ينزل في البيت عن 21، هو يشتغل تاني يطلع لغاية 21، فهينزل ويشتغل وهينزل ويشتغل وهينزل ويشتغل. فسهل جدا ان انتوا كلكم لو خارجين من البيت الصبح نزل الشفاج بتاعك على 16، لان الجو بره بيبقى في الحدود دي، فالشفاج مش هيشتغل. لما ترجع بالليل شغله فهيطلع مرة واحدة، وبعد كده هيطلع وينزل تاني، بس هيبقى فترة بالليل بس، وبالتالي مش هيكلفك اكتر. تيجي للمية السخنة مثلا، الولد عندك بياخد دش يقعد بقى تحت المية السخنة مبسوط وجميل، قول له لا يا حبيبي ده بوقت، لو ما طلعتش في الوقت الفلاني هطلعك. بنتك مثلا بتستحمى كل يوم تغسل شعرها وشعرها طويل فبياخد وقت كتير وميه كتيره، قول لها لا، ما غسيل الشعر في الشتاء اقنعها ان ده مش حاجه كويسه، وان هو ممكن يسبب لها مشاكل ومش عارف ايه، فتخلي غسيل الشعر في الشتاء مره او مرتين. يعني تقدر تتصرف في الموضوع ده كويس، وتقدر تعمل حاجات كتير. مش عايز ازود عليكم، بس في حاجات تانية بنعملها. البنزين مثلا، النهارده البنزين بقى سعره عالي جدا، طب نعمل ايه؟ لو قدرت تاخد عندك عربيتين، فقدرت تاخد مراتك توصلها بعربيه واحده وتروحوا شغلكم انت والولاد وترجع تجيبهم، وفرت بنزين العربيه التانية بدل ما تستخدم عربيتين ويبقى في بنزينين. لو قدرت مع اصحابك بتشتغلوا في شركه واحده وساكنين قريبين من بعض، بدل ما كل واحد يستخدم عربيته تستخدموا انتوا الثلاثه عربيه واحده وكل واحد منكم كل يوم، برضه وفرتوا بنزين. يعني ممكن برضه تستخدم حاجات. طب نيجي للاكل. الاكل ده من ضمن الكوارث الكبيره، لازم اشتري اشتري واشتري واشتري. طيب اعمل اولوياتك في الاكل. انا عايز اجيب الخضار والفاكهه واللحمه والمش عارف ايه اللي انا بقى بنبقى محتاجينهم. طيب هل مهم ان انا لازم اروح اشتري من المحل الكبير اللي بيصرف يخليني اصرف 700 800 دولار في المره؟ لا، ده مش وقته، ده مش وقته خالص. انا مش ضده، بس انا ضد ان انا استهلك فلوس كتيره في حاجات ممكن تبوظ وممكن تترمي، وحاجات كميات كبيره. لا، ممكن اروح ساعتها محلات تانية والاقي عليها ديسكاونتات وادور كويس على الديسكاونت عشان اقدر اجيب واقلل فلوسي في الاكل. نفس الموضوع الفسح. لو انا بخرج كتير اقلل شويه فسحي. لو انا بروح مثلا مكان اكس اللي بدفع الفاتوره 200 دولار، ممكن اروح مكان زد وادفع فاتوره ب 100 دولار. يعني المهم نتصرف في فسحنا بحيث تبقى فسح. ما بقولش حضرتك احرم نفسك من الفسح ولا الولاد ولا مراتك، بس حاول نقلل شويه المصاريف اللي فيها. الموضوع باختصار هو ترتيب الأولويات بتاعت حضرتك، وفكر في كل مصروف انت بتصرفه هل هو أولوية ولا مش أولوية، وما تجيش على مصاريف أولوية بالنسبة لك وتقول أنا هقفلها. ناس كتير يقولوا لي إيه، حضرتك الغي لنا تأمين الحياة. أقول له إزاي؟ عايز تلغي تأمين الحياة؟ يقول لي أصل أنا معيش فلوس أدفع. معيش فلوس أدفع. فتكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة إن هو ممكن يلغي تأمين الحياة وبعدها بأسبوع يموت، عياله يتبهدلوا. ليه؟ هو ما عرفش يرتب الأولويات بتاعته. هل تأمين الحياة من ضمن الأولويات ولا لأ؟ حضرتك لازم تقرر. ما تجيش على حاجة أولوية، تعال على حاجة ثانوية ووقفها. إذا في النهاية الموضوع كله ترتيب أولويات. رتب أولوياتك صح، شوف أنت إيه اللي محتاجه أكتر وما تقدرش تلغيه نهائيا وهو ده هيبقى التوب، وبعد كده الحاجات اللي تقدر تشتغل فيها قللها على قد ما تقدر، عشان تقدر تعيش بعد كده لغاية ما الفترة دي تعدي والموضوع يبقى أحسن شوية. أو لو زي ما قلت لك قدرت تشتغل حاجة تانية وتجيب فلوس تانية، ربنا يكون معانا كلنا ويساعدنا، لأن الموضوع فعلا الأيام دي صعبة جدا على كل الناس. يومكم جميل.